أريد أن أتحدث عن الربيع الديمقراطي في المنطقة المغاربية. الإسلاميون في المغرب ليس مثل ما تحدث الأستاذ جمع القاسمي، رأيه محترم، ولكن الذي أوصل الإسلاميين إلى هذه الولاية الثانية في الحكم هو الأرقام وليس ما يتحدث عنه. أولا، عندما بدأ الربيع العربي هناك رافدان أساسيان في التجربة المغربية. الرافد الأول هو عزم الملك محمد السادس على عملية إصلاح ومسار الإصلاح والمناصفة، هذا وقع في المغرب بعد توليه الحكم بعد والده. ثم الذي عجل بهذا المسار هو الربيع الديمقراطي الذي انطلقت شرارته من تونس. الإسلاميون عندما خلينا نبدأ الحكومة هذه التي تحدث عنها الأستاذ، خلينا نبدأ التحديات التي واجهتها وكيف تصرفت. نتحدث أرقام. الرقم الأول، الحكومة هذه أشرفت على الدولة في حالة إفلاس. يعني أول مواجهة قامت بها أول ما تولت الحكومة كان سعر البرميل النفط 117 دولار. 117 دولار. أول قرار اتخذه بن كيران كرئيس وزراء أنه سيرفع الدعم عن المحروقات ليأخذه لصالح الطبقات الفقيرة. هذه العملية أربحت ميزانية الدولة 80 مليار درهم مغربي. هذه العملية نعم. لما تنازعه الخصوم قال سأخذها من جيوب أصحاب السيارات إلى صالح الطبقات الفقيرة والمعدمة المسحوقة. تعرفون المغرب وقتها كان 64، لما أخذتها هذه الحكومة 64% من الدخل الوطني الخام هي دين، يعني قريبة من الخط الأحمر. 70% الخط الدولي، 70% الخط الأحمر. هذا التحدي الأول، تحدي المحروقات. التحدي الثاني هو تحدي الكهرباء. تحدي الكهرباء رفع 4 ملايين و100 ألف مشترك. الدولة قالت أنا لا أستطيع أن أدعم إلا أصحاب الاستهلاك المحدود اللي ما يفوتش 10 دينارات. أنا مستعدة ندعم هذه العملية. بعد هذا أنا مانيش مستعدة ندعم. هذه وفرت 100 مليار درهم إلى هذه الحكومة. إذن والبنزين في المغرب الآن، البنزين في المغرب الدولة العربية الوحيدة غير النفطية التي يتقلب سعرها وقت يبدأ السعر في العالم بسوم، هي تبيع بسوم السعر العالمي. باهي، ماذا هذا؟ شنو اللي جاب هذا؟ انتفعت من الكهرباء 4 ملايين و100 ألف مشترك من عملية الدعم من الكهرباء. أقبلت شركة يابانية كورية 2 مليار 6 من 2008. هذه الشركة تنتظر تدخل المغرب، ولكن وقت اللي جاب بن كيران دخلت لأنها حست أن الدولة تعد. باهي، الثالثة وأهم حاجة هي تعاقب الفاسدين. تعاقب الفاسدين بطبيعة الحال هو الذي رفع شعار عفى الله عما سلف، والناس يتصوروه في ذلك الوقت أنه فتح الباب للفاسدين، ولكن هذا شعار السياسة العبرة فيها بالنتائج. وهكذا تربينا ولا لا؟ إذا كانت السياسة العبرة بالنتائج هذه 2011 1/10 جابت السياسة هذه عفى الله عما سلف، لأنه أرسل رسالة إلى كل الأموال المودعة في الخارج. 1% جابت 1% 2011 فقط 1 مليار درهم. ولكن قبل أن ينقضي الأجل، قبل أن يغلق الأجل في ديسمبر 2014 جابت للمغرب 28 مليار درهم. التقاعد وما أهم من التقاعد، أهم ما وقع في عهد بن كيران هو صندوق التقاعد. صندوق التقاعد انتفع منه صندوق التقاعد المغربي 21. أنا أتحدث أرقام. سنة 2021 كان صندوق التقاعد في المغرب سيهدد بالإفلاس كما هو الأمر في تونس، وسيحرم 60 ألف مشترك من هذا. هو الذي أصلح نظام التقاعد، وأصبح في المغرب هناك صندوقان، صندوق للتقاعد وصندوق للتكافل. وأهم مشكلة هي قضية الدواء. عندما أنت تقوم بحكومة وتقوم بجولة في البلاد، وهذه العملية الأستاذ جمع القاسمي لعلمك وأنت كنت في المغرب أنه قادها وزير شيوعي، واعترف بن كيران لهذا الوزير الشيوعي، اسمه حسين الوردي، على قناة الجزيرة بأنه يرجع الفضل إلى الوزير الشيوعي في حكومة من حزب التقدم والاشتراكية، بأنه هو الذي خفض سعر الدواء. 1500 سعر دواء في المغرب خفضت فيها الحكومة، واكتشفت أنه أسعار دواء لا تفوق 200 درهم تتباع ب 4000 درهم، وخفضت هذه واقترب من الطبقات المسحوقة. 26 ألف عائلة، 100 ألف عائلة من الأرامل والفقراء. هذه هي الأرقام التي جعلت حكومة بن كيران، وليس الشعارات وليس اللغة، فاللغة يملكها الجميع، ولكنها تدغدغ طرفا ولكنها لا تدغدغ آخر، عندما تنتج من صادق ومن آخر كان وعده كاذبا. ثم فرق بين ثورات الاستقلال الأولى، واعطيني شوي وقت، وثورات الربيع العربي. ما هو الفرق بينهما؟ أن الشعوب في المرحلة الأولى لما جابت الاستقلال الشعوب رجعت إلى أماكنها وسلمت الأمر إلى نخبها. ثورات الربيع العربي أو الربيع الديمقراطي
وشوف المغاربه في قوتهم فين. الوحيدين الذين اطلقوا على الربيع العربي ربيع ديمقراطي، لانه قال لك في المنطقه العربيه عندنا غير العرب، عندنا الامازيغ. المغرب هذه دخلها الاسلام منذ 12 قرن، اول من استقبله الامازيغ. ويعني ربيع ديمقراطي يستوعب جميع القوميات. في تركيا استوعب القوميه الكرديه. عندما يتحدث الأستاذ عن هذه العملية، أعطيني الذين يقومون بالمؤامرة حقيقة هم الذين عندما ينهزمون بصناديق الاقتراع يلجؤون إلى صندوق الذخيرة. المؤامرة الحقيقية هي الثورة المضادة. نعم، ويلجؤون إلى الانقلاب. ويلجؤون إلى الانقلاب سنة 1000. أنا أعطيك حاجتين باش نبين لك أن الإسلاميين أكثر الناس قبول بالديمقراطية وتنازلا. مش الاسلاميين عليه في المغرب اليوم. استاذ لحظه، انا لا مقاطعك، خليني نكمل الفكره وبعد تفضل رد علي. اي ميساج كمل استلموا بعد تناسب بالدرجه. التجربه المغربيه خلينا نمشيو لعمق الاشياء، ومش الاستاذ يقرا في ايه ومش حافظ اشترها، مش هذا موضوعي. انا اعطيني الموضوع صندي، خلينا في صندي، خلي نرتقوا بالمشاهد. ولذلك الاسلاميون في المغرب عندما تقدموا كانوا يستطيعون الانتصار قبل هذا. سنه 1997 ترشحوا فقط في دوائر. أنا نحب نذكر الأستاذ جمعة بشيء واحد. عندما تكون حزبا، أنت تكون حزبا قويا في المغرب وتكون في مستوى اللحظة في مرتين. المرة الأولى لأنهم أنقذوا الملكية. حراك 20 فبراير أراد أن تكون الثورة عارمة راديكالية ثورية في المغرب كما هو في تونس، تقتلع النظام بأركانه، ولكن قالوا هم الذين قالوا لا. قالوا لا، المنطقة العربية هذه قيادة حزب العدالة والتنمية تقولها. هذه قالها لي سعد الدين العثماني، يعرف الأستاذ كمال تقابلنا معاه. حزب العدالة والتنمية قال لك المنطقة لم تعد تحتمل ثورة ثانية تولي فوضى عارمة، وضحوا قالوا نحن نبتدع مفهوم الديمقراطية التغيير في إطار الاستقرار. هذا تجب. واللحظة الثانية الفارقة التي كانوا فيها عندما كانوا في الحكم، وهذه الأرقام أستاذ جمعة إذا كان هنالك طرف أحق بأن يرد عليها ويعتبرها غير صحيحة هي الأحزاب المتنافسة كانت تستطيع أن تكذبها في الحملة ولا تنتظرك أنت لترد عليه. الآن بالله نقطة أستاذة، في المغرب كما تحدث أستاذ كمال راهي مدرسة. يعني عملية الدين، علاقة الدين بالسياسي، أول أهم كتاب صدر فيها حديث حاليا هو الأستاذ سعد الدين العثماني. هذا المغرب كان يقرأ صار يكتب. فصل بين الدعوي والسياسي هي أول أحسن مخرجات هذا الحزب. العدالة والتنمية اسمه صار منساحا لكل الأحزاب الإسلامية التي تخففت من الحزب الإيديولوجي. الإخوان المسلمين يلزمهم يغيروا، النهضة تبدد، غيرها. كل الأحزاب الإسلامية اليوم ترفع شعارات اجتماعية العدالة والتنمية. ليش؟ لأنه جوهر الحضارة العربية الإسلامية عدل، جوهر المطلب الحضارة العربية الإسلامية هو العدل، وجوهر مطلب الحضارة الغربية هي الحرية. أنا نحب نقول للأستاذ جمعة القاسمي حاجة. جدل النخبة الذي وقع في تونس هو جدل في المعركة الخطأ، ليس هو جدل في المغرب. يعني في المغرب ما فيش جدل حول الهوية، ما فيش هذا. وقت اللي الأستاذ جمعة القاسمي يتحدث ونعرف من التيار اليساري الحداثي والكل، وأنت لا تعرف أن الإسلاميين في المنطقة هم أول من طبق نظرية غرامشي في الكتلة التاريخية. نظرية غرامشي في الكتلة التاريخية، هذا الفيلسوف الإيطالي عام 1937، وإيطاليا كانت في الشمال وفي الجنوب. الشمال كان مصنع والجنوب كان فيه الكنيسة. هو قال نجمع الكتلتين، وهو مفكر فيلسوف. الذي آمن بهذه الكتلة وبهذه الفكرة هو الفيلسوف غرامشي، وأول من طبقها وامتثل إليها هم الإسلاميون في المنطقة. هذه التجربة الأولى التي أريد أن أبينها. التجربة الثانية وعلى الأستاذ جمعة أن يرجع إليها، وهذه مشكلة كبيرة في نخبتنا، أنها لا تقرأ تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ولا تقرأ حتى رموز اليساريين الكبار. نمشوا للتجارب الكبرى، ما نمشوش لبربوز الموجودين هذوما الذين يعفنون هذه الأجواء وصاروا رموزا لتراجيد الخراب. التجربة الحزب الشيوعي الإيطالي من إيطاليا لك درسان. هذه التجربة الأولى الكتلة التاريخية من أوتونيو غرامشي، والتجربة الثانية هي من الحزب من تولياتو. تولياتو رئيس الحزب الشيوعي الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية، هذا شخصية هامة جدا. الشيوعية في إيطاليا هي التي قاومت النازية، ولكن كانت كل الأحزاب الليبرالية ضعيفة في أوروبا. من تقابل عام 1948 في لقاء شهير جدا بين دي غاسبو رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي وبين رئيس الحزب الشيوعي الإيطالي. أي شوفوا صار سيدي، تصور أنت الحزب الشيوعي الإيطالي تنازل تلقائيا، قال يعني المسيحية رشحت الحزب الشيوعي الإيطالي قتلوا أنت
واجهت النازية في الحرب العالمية الثانية، وتكريما لجهدك أنت عليك أن تشكل الحكومة. الحزب الشيوعي الإيطالي رفض أن يشكل الحكومة وأرجعها. إيش قالها؟ قالها المطلب القادم هو مطلب إنساني حقيقي بشري، والكنيسة هي الكنيسة كانت كنيسة الكاثوليكية وأذرعها في الكنائس الأخرى، أنت لك خبرة أكثر في العمل الاجتماعي، أنت شكلي الحكومة. السؤال يعني هنا كيف أجاب؟ السؤال ليس من يحكم، لكن بما تحكم وما هو الأكفى. هذه الحساسية المفرطة والثنائيات المقيتة لحظة التي بقيت فيها النخبة. الآن ما زال الجدل، الآن ما زالت دراسات حول ابن رشد والغزالي. هذه الثنائيات، ثنائية العقل والنقل، ثنائية إسلامي وعلماني، ثنائية الناسخ والمنسوخ، هذه كلها ثنائيات الاستبداد. ولذلك التجربة المغربية أول ما ابتدعها والناس تتصور أنه عزمي بشارة هو اللي جاب قال دعنا من الحديث عن علمانيا أستاذ نتحدث عن الديمقراطية. أول ما تحدث عنها هو الفيلسوف المغربي في الثمانينات. كل هذه الكتلة، هذه الترسانة من حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي، سعد الدين العثماني، محمد اليتيم، محمد طلابي، العديد من قيادات العدالة والتنمية كلها كانت قيادات يسارية في المغرب وتشكلت وفهمت هذه المدرسة. اليوم قلت لك هم رمز للإنقاذ في هذه المنطقة ورمز للاستقرار وليس رمز للاضطراب. أنا ما أتحدث عنه هو التوازن الذي يقع في البلاد الآن. كل الديمقراطيات كما كان يتحدث أستاذ الجمعة في المغرب الآن الأصالة والمعاصرة صرنا نتحدث عن ثنائية، في اثنين مع بعضهم ينجموا يشكلوا حكومة تقريبا 227 صوت. النهضة والنداء أراد أن يكون ضمانا. ما يعنيني وأهم شيء هو هذا التصدي الحزبي، وأن بلدان تصير إلى طريق الديمقراطيات الكبرى التي كما الأستاذ رضوان جاي من أمريكا فيها الحزب الجمهوري فيها حزب الديمقراطي، كما في بريطانيا الليبر بارتي والكونسرفاتيف بارتي. الدول الكبرى هذه تصير نحو الديمقراطيات الثنائية المتنازعة والمتنافسة والتي تقوم بحيوية سياسية في البلاد. هذا هو الذي يهم. المشكلة الآن لا تعنيني أنا في قول الكاتب، أنا أقرأ كثيرا إلى كتاب، أهم حاجة أن تكون عندك أجنحة في الفكر. عنده قولة جميلة جدا، حتى أول شيء النص القرآني سؤاله ليس من يحكم، إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. في النص القرآني السؤال ليس من يحكم بل من يعدل. كاتب يساري مغربي مشهور يتحدث يقول لا يعنيني ما تؤمن به، يعنيني ما تفعل به، تعدل به أم تظلم تسرق يعني. وتلي أنت تجي لطرف سياسي أدخل السياسة، أدخل الأخلاق في السياسة. يعني أردوغان عندما سألوه صحافة عالمية وألاف، أنا لا أقدس الأشخاص، لحظة فقط هذه الكلمة، قال أنا حققت كل هذه النهضة في تركيا لأني لا أسرق. وبن كيران يقول حققت هذه الإنجازات هذه الجيدة ولكن ما زالت المغرب لأن تراكم، يقول لي أنني لا أكذب، أنك دخلت طرفا في الأخلاق السياسية. أو باش نعطيك الفرق النقطة هذه واكتفي بهذا فقط. يعني في المغرب عندما رئيس حكومة ينسب الفضل إلى وزارة الصحة إلى السيد حسين الوردي، يقول هو صاحب الفكرة، يقولها على الملأ في البرلمان ينسبها إليه، وهو لا ينتمي إلى تيار إيديولوجي. علينا أن نبعد الإيديولوجيا ونشتغل بالسياسة هذه. أو باش نعطيك الفرق الأخلاقي، أطراف سياسية وقت اللي رضا البوكادي حل المشكلة وهو سفير تونس في ليبيا، حل المشكلة وساهم في تحرير مجموعة من الرهائن الليبيين، منع من أن يتصور مع الوفد المرافق حتى لا يحسب إنجازا لحزبه. هو الفرق الأخلاقي، وكل إناء بما فيه يرجح. منع من وزارة الدفاع ومنع من وزارة الخارجية. هذا تصريح قاله بنفسه على قناة حركة النهضة في الحكم. وقت لي لا كيف بعد خرجت. هذه واقعة تاريخية، هذه واقعة تاريخية لا يستطيع، هذه موثقة. شفت الفرق بين أنه إنسان يريد أن يتصدر النجاح وبين إنسان همه الوطن، بين أن إنسان يعيش الوطن يعيش في الوطن وآخر يعيش الوطن فيه. هذا هو الفرق الأخلاقي الذي أريد أن نخب أن تتقدم إليه. مدام رجب الإسلام كيف ينظر؟ ما ترجعناش ثنائيات، يعني الخير هنا والشر هنا. لا فرق في التعامل، نحكي على الفرق في التعامل. فما الأخلاق السياسية. وأنا لابد دائما أن نبقى متشبثين بنزرع الأمل قبل القمح. هذا شعار رفعته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. يعني إذا انتفى الأمل لا داعي للاجتماع الأصل مع الأستاذ رجاء ولا جمعة ولا أخ كمال، لا داعي للاجتماع. دائما متشبثين، ونعرف أن التجارب الانتقال هذه الديمقراطية عسيرة جدا، ولكن نحدد البوصلة الخطأ. أنا نعتبر أول مؤشر للدولة في تونس إذا كان أحسنت التعامل مع واحد جمنة التي انتقلت من 23 خدام ل 133 خدام، وتعاملت معها تعامل حقيقة مع اقتصاد تضامني حقيقي تشاركي حقيقي، وبدأت بتشجيع التجارب الناجحة. فنعتقد أننا وأول موضعنا
ساقينا في الخط الصحيح. واذا اخفقت وبدات تتجارب مع اول تجربه تنمويه حقيقيه، يعني اللي ما عملتوه 60 سنه عملوه الناس في 5 سنين، يعني توفرت عندهم اراده وتعطي الدور للمجتمع الاهلي. اذا كان اخفقت في هذه التجربه ففي الحقيقه هذه الدوله مقرره على رفض الحلول، وهنا الخطر. لابد الناس تعرف انه الوطن حاجه هامه جدا. نعم. وانه الجدل العقيم والمعارك الخطا لم تعد تصلح الان، الوقت يمر بكثير. المغرب اللي كنا نتحدث عليها الان الكثير من الشركات كان هنا مشات للمغرب. علاش؟ لانه الاخر قال لك ما نسيب الفوسفات لما تخرج الطرف الفلاني، وحتى كي خرج لا قال لك ما نخرج ولا مرهون بحسابات سياسيه. ما نلعبوش، احنا عندنا ريعنا قليل جدا وثرواتنا قليله جدا. تنحى لك الريع